بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بأتم الصحه يا رب العالمين. النهارده بقى انا جاي لكم فيديو حلو قوي، كله كده تفريزات. هنفرز كل انواع الخضار. بس طالبه منكم بقى طلب، لو اول مره بتشوفيني يا ست الحبايب حطي لي كده لايك واشتركي في القناه عشان يوصلك باذن الله كل جديد. وبالله عليكم تقدروا تعبي، انا تعبت جدا جدا في الفيديو ده عشان كل حاجه طبعا خلصت في يوم واحد. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، فيا ريت يا ريت لو تقدروا تعبي وتحطوا لي كده لايك. تعالوا بقى، انا رغيت كتير. نشوف بقى. اول حاجه انا نزلت السوق، جبت كده شويه من المشتروات. انا جبت طبعا حاجات اكتر من كده، بس دي اللي كانت متاحه كده على الرخام. فهنبدا. اول حاجه انا بشتغل فيها دلوقتي الجزر، زي ما احنا شايفين وعارفين طبعا اسعار الجزر ب8 جنيه وب10 جنيه، وكيلو ونص ب10 جنيه. لكن انا لقيت ده زي ما احنا شايفين، اللي يشوفه كده يقول عليه ان هو هيبقى مش حلو. لكن انا قشرت كده القشره بصباعي، لقيته الحمد لله اللهم بارك جميل جدا من يعني تحت القشره كده. فخلاص انا مجرد ان انا عرفت ان فجبته بقى ب5 جنيه. يعني هي الست قالت كيلو ونص، قلت لها لا هاخده. فاخدته كده ال2 كيلو ب10 جنيه. فجبت 2 كيلو ب10 جنيه. وكنت جايبه كمان 4 كيلو من الطماطم، غسلتهم كويس جدا وحطيتهم في الحله دي. وبعدين كنت جايبه كمان كميه من البطاطس، بس البطاطس ان شاء الله هتبقى حلوه معانا وسعرها ان شاء الله مش هيزيد، يعني هيبقى نفس الاسعار. فما فيش بقى داعي ان احنا نفرزها يعني لرمضان بقى وكده. عايزه بقى تفرزي لما تكوني مثلا فاضيه كده ان شاء الله باذن الله، بفرزيها بقى طول السنه زي ما انت عايزه. فانا جبت كده حوالي كيلو بس من البطاطس، اللي هي الوسط دي، متوسطه لا هي كبيره ولا صغيره. وبدات بقى ان انا غسلتها كويس جدا وقشرتها. وبعدين هبدا بقى دلوقتي ان انا هقورها بالمقوار، عشان كده نشيلها في الفريزر. تبقى مثلا لو عملنا اكله كده وحبينا نعمل صينيه بطاطس اللي هي اللي مفرومه باللحمه المفرومه محشيه يعني، يبقى كل حاجة عندنا جاهزة. فهبدأ بقى ان انا اقورها دلوقتي. بس في الاول انا اخدت حوالي كيلو الا ربع من الطماطم. انا بحب كده اشيل طماطم صحيحة. لو عاملة مثلا عايزة شوربة عدس، بحب كده احط له طماطمتين حبتين يعني من الطماطم. لو مثلا عاملة شوربة، بحب برضو اخد كده حباية من الطماطم او حاجة يعني. عايزة طماطمية مبشورة كده، مش عايزة بقى تفكي كيس صلصة بحاله. فاخدت كده حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع، يعني الكمية المتاحة عندي. والباقي ولعت عليه على النار بقى على البوتاجاز من غير ميه ومن غير حاجه عشان تستوي خالص. وبعدين هنضربها في الاخر خالص لما تستوي يعني، هنضربها بقى في الخلاط. هبدا بقى ان انا اقور الكوسه اللي معايا دي، والقلب بتاعها طبعا مستحيل ان احنا هنرميه، هنشوف دلوقتي هنعمل بيه ايه. فهبدا بقى ان انا اقورها كلها زي ما احنا شايفين. سيبي كده يعني الجدار بتاعها يكون سميك شويه، ما تخليهوش رقيق جامد عشان ما يتهريش مننا. والتلج بقى ما ياكلهوش لما يعني لما يتحط كده في الفريزر. شيلت ده وده، بس اوعي تسيبيه كده، لازم تحطيهم في ميه لحد ما تخلصي كل حاجه انت هتعمليها. في الوقت ده بقى انا هبدا ان انا اقطع الجزر. انا هعمل جزر بكذا طريقه زي ما هنشوف مع بعض. هقطع كده ترانشات. الترانشات ده كده انا يعني حلقات كده، تكون لا هي سميكه ولا هي رفيعه. دي هنسلقها على النار 3/4 سوا كده. خلينا دلوقتي ماشيين واحده واحده مع بعض. في الوقت ده بقى انا كنت جايبه كميه من البسله، دولت كانوا حوالي 7 كيلو من البسله. قعدت بقى الولاد جنبي وقعدنا نفرفط بقى كده في البسله زي ما المهم، لو انت بقى عندك اولاد صغيرين قوي يعني، حاولي ان انت تعملي كل حاجه بنفسك. لكن لو عندك كده بنات او اولاد يعني عارفين عقلهم كده، خليهم يشتغلوا بقى معاكي. هو حد يغلط غلطتي؟ انا الولاد قعدوا معايا، بنتي وابني الصغيرين. الحمد لله اللهم بارك، كنت بلم اكتر ما ببعتر يعني. وكمان كنت جايبه ارنبيط كده من السوق، كنت جايبه 2 كبار جدا ما شاء الله. الست البياعه كده قالت لي الكيلو يعني الواحده ب10 جنيه، فقلت لها لا، اخدت كده 2 ب10 جنيه، ب15 جنيه اسف. وبعدين فصصتها كده وغليت ميه على النار، حطيت فيها ملح ومعلقه كده من الكمون ونزلتهم فيها. وبعدين لما اتسلقوا كده نص سوا، بلاش حتى 3/4 عفوا يا بنات. خليتهم كده نص سوا بس، عشان لما يتحط بقى في الفريزر يبقى التلج كده ما يخليهوش يعني يستوي على الاخر. وبعدين بقى الربع هيستوي في الفريزر، والربع التاني هنسويه بقى في النار زي ما احنا شايفين. وكمان كنت جايبه بنجر. البنجر ده كان الكيلو ب5 جنيه. انا جبته كده وقشرته، والقشر بتاع البنجر مستحيل هرميه، هوريكم دلوقتي هنعمل فيه ايه. فجبت كده 2 كبار، هنعمله بطريقتين. قطعتها كده يعني مكعبات شرايح اي حاجه. وبعدين دي رفعتها على النار. الجزر كان في حله على النار صغيره، والبنجر كمان كان في حله.
صغيرين كده ب4 كوبايه من الميه. اول ما يغلي بدات ان انا اوطي عليهم النار لحد، والكميه اللي باقيه هبدا بقى ان انا اقطعها كده شرايح، يعني ترانشات كده. هفرزها زي ما هي، لو عوزت كده شريحه منهم يعني اشتغل فيها كده واخدها من الطبق بس كده. والقشر بتاعها برضو هديله سلقه كده على النار، وهستخدمه انا بربي الفراخ البيضه، بتبقى رافع للمناعه وحلو جدا. فالطبقين بقى حملاهم بالبنجر اللي هو الشرايح ده لحد ما البنجر التاني اللي على النار يستوي. وكمان قطعت كميه كبيره من الجزر اللي هو المكعبات عشان البسله بتاعتنا. وبعدين بقى جبت الكرنبايه الجميله دي، كرنبايه كده ما شاء الله اللهم بارك كبيره جدا، يعني تحشي كده مرتين حلتين كبار، يعني هي كانت ما شاء الله عليها كبيره وحجمها كبير جدا. فانا بدات بقى ان انا افصصها كده، انا متعمده ان انا افصصها كده ورقه ورقه، لان انا عايزه اقطعها بتقطيعه معينه. فيعني التقطيعه دي هتتطلب مني ان انا اقطعها كده الورق منفصل عن بعضه. ممكن اقسمها بالنص، واول كده القطعه اللي في النص دي، وبعدين اقسمها نصين، وزي ما انتم شايفين كده انا بوريكم بس. لكن انا لا، فضلت كده ان انا افصص فيها لحد ما بقت قطعه صغيره ان هي تدخل في الحله كده بحالها. وكمان القلب بتاعها ده انا طلعته، مش هنرميه طبعا، احنا بنرميش اي حاجه عندنا. لا القشر البنجر رميناه، ولا كمان القلب بتاع الكرنب ده. حطيت عليه كده في بوله وغسلته، وحطيت عليه شويه من الملح وبس كده. هسيبه لحد كده ما يدبل خالص، وبعدين هحطه في اي برطمان معاه شويه شطه كده حمرا او هريسه شطه، يبقى كده مخلل زي الفل للي بيحبه يعني. هجيب بقى الاطباق بتاعتي وهبدا ان انا اعبي البسله انا هفرزها ازاي. الجزر غسلته كويس جدا بعد ما قطعته وسبته ينشف خالص تماما، يعني ممكن تغسليه قبل ما تقطعيه مفيش مشكله. البسله بقى انا يعني فرفطناها كده، وبعدين حطيتها كده في بوله وغسلتها كويس جدا في مصفى يعني، وتحتها كده بلاستيكه. وبعدين صفيتها من الميه وفردتها كويس جدا على فوط مطبخ او اي حاجه عندك، يعني على صينيه كده كبيره، صواني، على اي حاجه، ان هي بحيث ان هي تنشف تماما من الميه، ما يبقاش فيها اي ميه خالص. هي دي الطريقه الصحيحه، لا بحطها في ميه ولا ميه ساقعه ولا ميه مغليه ولا حاجه خالص. هي البسله تتفرز بحالها كده، لكن اهم حاجه ما يبقاش فيها ميه عشان ما تعملش كده تكتلات تلج في الفريزر يعني. وبعدين كميه الجزر بقى كانت طلعت، اللي هي انا سلقتها على النار 3/4 سوا. وكان عندي كده كام حبه من البرتقال قطعتهم طرنشات، وبعدين بقى رصيتهم كده في طبق، وقطعت معاهم يعني حطيت معاهم كام حبه من الجزر بعد ما استوى زي ما قلت لكم كده 3/4 سوا، عشان يعني يبقى فيه كده يبقى يدينا لون حلو ما يتهريش، ويبقى زي ما هو كده محافظ على القوام بتاعه. بعدين بقى جبت الجزر الاسفل البنجر قشرته، وبعدين كمان طبعا المقطع ده انا كان نفسي يظهر، بس هو المقاطع انا اسفه اتلخبطت. ودي كده القرنبيطه اللي انا كنت جايباها دي كانت عامله 7 جنيه ونص. وكمان بقى بعد كده البنجر اللي هو كنا حاطينه على النار كان استوى، والطماطم كمان كانت استوى. هنشوف دلوقتي بقى هنحمرها ازاي. البطاطس بقى بتاعتي بعد ما قورتها وغسلتها حطيت كده طاسه فيها حوالي يعني معلقتين 3 من الزيت، وبدات بقى ان انا اشوح كده فيها البطاطس لحد ما ادتني لون يعني اصفر كده، يعني اتغلفت من كل الجوانب. هي دي بس طريقه التفريز بتاعتها. بعدين هتدخليها بقى على الفريزر على كده. اول ما تيجي تكوني عايزه يعني تستخدميها طلعيها من قبلها بشويه، وبعدين بقى هتحشيها اللحمه وهتحطيها. في ناس يعني بتفرزها وهي محشيه كمان، لكن هي دي الطريقه كده الافضل. بعد كده القلب بقى بتاع البطاطس انا بعد ما صفيته من الميه، كنت نقعاه في ميه صفيته، حطيت عليه كده نص معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل، وبدات برضو ان انا اشوحه في نفس الماده الدهنيه اللي كنت منزلاها من اللي كانت نازله كده، يعني ايه اللي كنت مشوحه فيها البطاطس بس كده. جنبي على النار طبعا البنجر كان استوى زي ما قلت لكم، نزلت كده بيه في شفشق الخلاط، وهبدا بقى ان انا اضربه كويس جدا لحد ما ينعم خالص، يعني يديني قوام كده ناعم جدا زي ما هنشوفه مع بعض دلوقتي. هجيب اي بوله وافضيها فيه، حابه تستخدمي برده في اطباق مفيش مشكله، في اي حاجه متوفره عندك، في علبه كده من علب التلاجة مفيش مشكله، اي حاجه عايزه تفرزيها فيه يعني اشتغلي فيها عادي. بعدين لقيت بقى في كميه كبيره من البنجر كده، فضيت حوالي معلقتين 3 بس من الميه، ورجيت يعني كده بيهم الشفشق بتاع الخلاط ونزلت عليهم، وبعدين قلبتهم مع بعض وبس كده. رجعت بقى الشفشق بتاع الخلاط لسه فيه كده بواقي من البنجر، نزلت عليه بالطماطم عشان هي كان فيها كده سنه من الصفار اسفه. هتبدا بقى ان هي تحمر مع يعني الضرب كده في الخلاط.
وهبدا بقى ان انا اجيب اي مصفى عندي واصفيها بيها. في ناس كتير طبعا بعد ما تعمل الخطوه دي مش بتصفيها، لكن انا صراحه مش بحب البذور ولا القشور اللي هي بتطلع منها دي، بيطلع كميه بسيطه لاننا مسويينها على الاخر، لكن انا برضو مش بفضلها صراحه، بتبان في الاكل. ممكن بقى تستخدميها لو انت عامله تسبيكه من المحشي. وان شاء الله هنعمل بقى تسبيكه المحشي وهنفرز البصل، ولسه فيه طبعا كميه تفريزات باذن الله. هجيب بقى الاكياس بتاعتي يعني هعبيها كده فيها. انا عارفه طبعا الكميه اللي بتقضيني، كل ست بيت وعدد افراد اسرتها بتبقى عارفه الاكياس اللي هتقضيها. لو انت بقى حطاها في علبه كبيره هتاخدي بقى منها وبعدين تدخليها تاني، لا بلاش دي. خليكي تكوني عارفه كده بعينيكي المعيار اللي انت عايزاه تحطيه كده في اكياس، تطلعي يعني الكيس على قد الطبق. البطاطس بقى كانت خلاص اتشوحت وكانت ريحتها جميله جدا ما شاء الله لو انت حابه تاكليها كده في وقتها، لكن انا حطيتها في طبق عشان بعد كده هحطها بقى افردها كده كأرضية في صينيه البطاطس، ومعاها كده حبايه من البصل، وبعدين تحشي بقى البطاطس وتحطيها عليها. ان شاء الله باذن الله هنعمل كل الوصفات دي مع بعض باذن الله. الكرنب بقى عايزه اقطعه التقطيعه اللي انتوا شفتوها دي، تعالى اقول لكم هنقطعوها ازاي. بسبب الاوراق اللي انا كنت سلقاها بحالها كده، هبدا بقى الرخامه غسلاها كويس جدا ومنضفاها، هبدا بقى ان انا افرد كده عليها عدد كبير من الاوراق عشان اخلص في وقت بسيط. يعني ممكن تحطي 5 أو 6 على حسب كده الاوراق بتاعه الكرنب لما تكون كلها متساويه تقريبا، يعني تقريبا كده حاولي ان انت تخليها كلها متساويه عشان ما تقعديش بقى يعني تكبري وتصغري وكل الكلام ده. رصيتهم بقى فوق بعض، وهبدا بقى بالسكينه وهقطع كده الحرف اللي هو العرق بتاعها ده، اللي هي القطعه الناشفه دي، وهبدا ان انا اقطعها بالسكينه واشيلها خالص. وبعد كده بقى هقصهم، يعني هقطعهم كده بالطول، يعني اخليهم كده نصين، وهبدا بقى ان انا اقطعها الاول بالطول وبعدين بالعرض، يعني تبقى مكعبات كده بالتقريب كده بعينيكي. حاولي تخليها قد بعضها عشان تبقى صوابع المحشي كلها يعني في مقاس واحد بالتقريب، يعني حوالي كده 4 سنتي في 4 سنتي. طبعا مش هنقيس ولا هنقيس بالمسطره، بايديكي كده لو انت يعني بتعايري كده بايديكي هتحطي مقدار حوالي 4 صوابع، يعني ممكن 3 صوابع كده في العرض، وفي الطول ممكن تكتريها شويه عشان يعني اللي تبقى فيه مساحه ان انت تلفي كده صباع المحشي معاكي. هبدا بقى ان انا احطهم فوق بعض كده وهرصهم كلهم في صينيه جنبي كل ما اخلص كميه. طبعا خلصتها في وقت بسيط لان بحط عدد اوراق كتير، بس زي ما قلت لكم حاولوا تخلوا يعني المقاسات واحده عشان ما تزهقوش وتقولوا كده ده هو ممل يعني. لكن هو صراحه التقطيعه دي مريحاني جدا وسهله وبسيطه، وهتسرع كمان بالنسبه لاني مثلا بحشي لوحدي كده، هتسرع معايا ان شاء الله طريقه الحشو. بس كده يا بنات انا كده تقريبا خلصت كده الكميه كلها في وقت بسيط جدا. لما بقى ان شاء الله باذن الله كده ربنا يا رب يجيب لنا كده رمضان بالخير اللهم امين. اول بقى ما اكون عايزه مثلا اعمل طبق محشي، اعمل مثلا حله محشي، هطلع كده الطبق على الرخامه بعد كده ما خلاص نسحرنا ورايحين كده ننام، نصلي الفجر كده وننام. هنطلع بقى لو انت حابه مثلا هتعملي فراخ هتطلعي، لو عندك في الفريزر هتطلعيها، لو عندك مثلا كرنب كده هتطلعي الطبق. يعني حاولي كده طلعي حاجتك عشان لما تقومي بقى باذن الله كده من النوم تلاقي الحاجه بتاعتك كلها جاهزه وفكه كده من التلج، تعملي بقى الفطار على طول. وربنا يا رب يعود علينا الايام جميعا بخير، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وكل احبابكم واصحابكم كلكم بخير. هبدا بقى ان انا ارصهم كده في اطباق. انا الكميه دي عملت معايا ملت كده طبقين من الكبار دولت، مليت طبقين على الاخر ما شاء الله. وكمان عملت طبق صغير لو حابه مثلا اعمل حله محشي صغيره كده جنب الاكل، يعني هتبقى عندي. يعني الكرنبايه دي عملت لي كده 3 مرات. ممكن طبعا ان احنا نعمل كده المحشي لوحده يعني من غير ما نعمل معاه لحوم او فراخ. ممكن نعمل شويه شوربه لسان عصفور، ممكن بقى نحمر كده شويه بطاطس مخلل، يعني مش لازم طبعا لحوم كل يوم، احنا عارفين ان الحاجه غاليه طبعا. عملت بقى الكمية كلها وكده خلاص. انا تقريبا كنت في الوقت ده كنت خلصت خالص، وكنت خلصت اقسم بالله. كنت قربت بقى ان انا افنش كل حاجة، وعبيت كل لما كنت بعبي حاجة كنت بدخلها كده على ترابيزة جوه، يعني في اي اوضة كده بعيد عن الاولاد طبعا، وبعدين عشان اصورهم كلهم مع بعض وادخلهم بقى على الفريزر. بس الخطوة الوحيدة اللي انا عملتها ان البسلة انا ما سبتهاش صراحة في الاطباق. البسله انا فضيتها كلها في اكياس، لكن بقيت كل الخضار انا دخلته كده غلفته بستريتش ودخلته على الفريزر زي ما انتوا شايفينه بالظبط. والخضره كمان ما عملتش فيها اي حاجه، انا جبت الخضره غسلتها وهي عيدان زي ما هي كويس جدا لحد ما نشفت،
وبعدين يعني فردتها كده لحد ما نشفت خالص، وبعدين قطعتها وهحطها كده، هغلفها برضو بستريتش وادخلها كده على الفريزر. هتطلعي الطبق من ده والطبق من ده وربنا كده. الحمد لله على كده يعني. المهم خلاص كده الفيديو بتاعي كله كان خلص، وكل الخضار بتاعي كان خلص زي ما احنا شايفين ان انا عملت كل الخضار بتاعي في يوم واحد، وطول النهار كنت واقفة على رجليا. يا ريت بقى لو تقدروا تعبي وتدعموني كده، وما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة، عشان ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية ينزل لكم فيديوهات اكتر واكتر، تفريزات بقى رمضان، وهنقضي كل رمضان مع بعض بإذن الله. يلا حبايبي اسيبكم بقى في رعاية الله وامنه لحد ما اشوفكم في وصفات اكتر هتوحشوني، والسلام عليكم.